مقربلة وسط الكابرنات فالجزائر بعد تسريبات هزات القيادة العليا للمديرية العامة للمستندات والأمن الخارجي. الفضيحة الجديدة كشفت تفاصيلها الجيري بارد، والتي قدمت مجموعة من المعطيات بشأن هذه القضية لكي يعكس تفجرها مدى الأزمة الكبيرة والمتشعبة للي كتسود داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية الحساسة في هذا البلد. وجاء في هذا المعطيات أن العقيد بن عاصر بوعلامة، القنصل السابق للجزائر في أليكانتي بإسبانيا، والمسؤول السابق في المخابرات الخارجية الجزائرية تشد هدية 15 يوما، إثر تسريب معلومات مثيرة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كتعلق بالقيادة العليا للمديرية العامة للمستندات والأمن الخارجي. وأكدت الصحيفة أن العقيد بن عاصر بوعلامة يتواجد في الحجز الاحتياطي في إحدى الثكنات ببشار، وتم إصدار أمر الاعتقال مباشرة من قبل قائد المنطقة العسكرية الثالثة بأمر من سعيد شنقريحة. وذكرت أن بوعلامة هو ضابط كبير في الاستخبارات الخارجية تم طرده من الإدارة العامة عام 2021 وتم توجيهه إلى بشار بصفته ضابطا بدون وظيفة. وأضافت أن 5 مدراء عينوا على رأس هذه المؤسسة الاستخباراتية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفي كل مرة تسربت معلومات مثيرة حول سوء التدبير والتجاوزات في هذا الجهاز الأمني الحيوي والحساس في الدولة الجزائرية. وأشارت إلى أن اعتقال العقيد بن عاصر بوعلام يثير العديد من التساؤلات ويغذي تكهنات خطيرة تعيد فتح الملف حول استقرار المخابرات الجزائرية.